السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر. بنستكمل معا موضوع طول قوس الدائرة من خلال مجموعة أخرى من الأمثلة والتمارين الموجودة في كتاب الطالب. ألف باء جيم لام مستطيل، حيث ألف باء ب5 سنتي وباء جيم ب24 سنتي وميم منتصف باء جيم. ميم ألف كاف لام ميم اللي قدامك ده قطاع دائري، مركزه هي الدائرة ميم طبعا. اوجد طول ألف ميم، وألف ميم ده طبعا نصف قطر هذه الدائرة. وبعدين كمان عايز القياس الدائري لزاوية ميم، وبعدين عايز محيط المنطقة المظللة. طب في البداية تعالوا بينا نشتغل مع بعض ازاي أجيب ألف ميم. احنا عارفين إن ألف باء ده ب5 سنتي، باء جيم كله 24 وميم في المنتصف يعني هنا ب12 سنتي. هذه هي المعلومات أمامك، باء جيم ب24 يبقى باء ميم ب12. واضح جدا إن ألف ميم ده وتر في هذا المثلث، ومثلث قائم الزاوية، حيث أن هذا الشكل مستطيل. يبقى ألف ميم من نظرية فيثاغورس بيساوي 12 تربيع زائد 5 تربيع، بالآلة الحاسبة تطلع ب 13. طب دلوقتي أنا عايز أحسب الزاوية دي. الزاوية دي أحسبها إزاي؟ عشان أحسب الزاوية دي بتساوي، طبعا كل دي زاوية مستقيمة قياسها 180 درجة، من تشابه المثلثين هذه الزاوية إكس مساوية لهذا الزاوية إكس. إذا عرفت واحدة فيهم هتكون قياس زاوية ألف ميم لام المطلوبة بتساوي 180 اللي هي باي، ناقص قياس زاوية لام ميم جيم مثلا في 2، قياس أي واحدة فيهم هذه أو هذه وأضربها في 2. طب تعالوا بينا نحسب قياس هذه الزاوية لام ميم جيم. دي موجودة في مثلث قائم الزاوية، معلوم منه طول المقابل وطول المجاور. إذن نستخدم النسبة المثلثية ظا، وبالتالي يكون قياس هذه الزاوية ظا سالب 1 المقابل على المجاور 5 على 12. وما ننساش تخلي الآلة الحاسبة وانت بتحسب على الوضع راديان. يبقى ظا سالب 1 5 على 12 بتساوي 395 من 1000. أما قياس زاوية ألف ميم لام هتساوي إيه؟ باي ناقص 2 في الزاوية اللي طلعت وبتحسبها بالآلة الحاسبة، يديك 2.35 من 100. الآن مطلوب مني حساب محيط المنطقة المظللة، وهي تتكون من نصف قطر ب 13 سنتي، ونصف قطر أيضا 13 سنتي، زائد طول القوس مطلوب حسابه. يبقى مساحة المنطقة المظللة نحسب الأول طول القوس ألف لام اللي هو نق في الزاوية المركزية 13 في 2.35 يديك 30.6. طب محيط المنطقة المظللة 13 زائد 13 زائد 30.6 يديني 60 أو 56.6. يبين الشكل المجاور نصف دائرة، نصف قطرها 10 سنتي، ومركزها الزاوية باء ميم جيم، الزاوية المركزية اللي فيه قياسها هاء، هاء دال يعني. ومحيط القطاع الدائري معلوم ألف ميم جيم بيساوي ضعف محيط القطاع الدائري الآخر اللي هو باء ميم جيم. المحيط ده بيساوي ضعف المحيط ده، يعني لو ده 2 ده 1. عايزين نوجد قيمة هاء إنها بتساوي باي ناقص 2 على 3، وعايزين كمان نجيب محيط المثلث. تعالوا بينا مع بعض نشوف عندي إيه. لو قلنا الزاوية دي اسمها هاء، يبقى الزاوية اللي جنبيها دي باي ناقص هاء، لأن دول زاويتين متجاورتين.
ومحيط القطاع الدائري اللي اسمه أ م ج بيساوي ضعف محيط القطاع الدائري ب م ج. يلا نعوض. المحيط ده هنا يبقى هنا 10 وهنا 10 في جاء باي على 2 ناقص ه، أو 10 زائد 10 زائد 10 باي ناقص ه. ده بيساوي ضعف، يبقى 2 10 زائد 10 زائد 10 ه اللي هو طول القوس. يلا نفك. 10 زائد 10 20، 10 ضرب باي ب 10 باي، 10 ضرب سالب ه بسالب 10 باي 10 ه. 10 زائد 10 20 في 2 يبقى 40، وهنا 2 في 10 ه ب 20 ه. يلا نجمع. 20 ه تروح لها السالب 40 ومعاهم ال 10 باي اهم، وهنا 20 ه ومعاها ال 10 ه يعني 30 ه. هنقسم على 30، يبقى عند حضرتك نقسم على 10 الأول، يبقى هنا باي ناقص 2 بيساوي 3 ه. نقسم على 3 يبقى الهاء بتساوي باي ناقص 2 على 3. ممكن لو حولناها بالقيمة العشرية يديك 38 من 100. طيب يبقى دي قياس الزاوية إيه؟ هاء اللي هي دي 38. يبقى اللي جنبيها باي ناقص 38 من 100 يعني 2.76. عايز أجيب محيط المثلث اللي هو إيه؟ أ ب ج. أ ب ج بتساوي أ ب زائد ب ج زائد ج أ. أ ب معروف ب 20 سم لأنه قطر. وباستخدام قانون ج بالتمام أقدر أعرف كل من أ ج وباء ج. أ ج تربيع بيساوي أربع على 10 يبقى 10 تربيع زائد 10 تربيع ناقص 2 10 في 10 في جتا 2.76. ده الناتج. ناخد له الجذر التربيعي أهو. وبالمثل مع باقي ج تربيع، 10 تربيع زائد 10 تربيع ناقص 2 10 في 10 جتا 38 من 100 يديني 14 و3 من 10. ناخد الجذر التربيعي يديني 3.78. أجمع ال 20 زائد ال 19 و6 من 10 زائد 3.78 من 100 يديني 43 و38 من 100.